السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير، ومرحبا بكم بحكايه جديده. كتقول صاحبه الحكايه: انا سميتي خديجه، وحكايتي غادي نبداها لكم. نهار تزوجت بخليل اللي دوزت انا وياه احسن قصه حب من بعد علاقه دامت 8 سنين. واخا دارنا في الوقت اللي بغينا نتزوجوا كانوا رافضين. قالوا لي: انتي موظفه وكتخلصي مزيان وغادا تتزوجي بواحد تخدمي عليه، خاصك تزوجي بشي واحد احسن منك اللي يزيد بك القدام. قلت لهم: والو، انا باغا خليل، هو اللي كنبغيه وكنحماق عليه. كنعرفو من يامات الليسي، كبرت انا وياه كنموتوا على بعضياتنا، ما نقدرش نتفرق عليه. كان عزيز عليا بزاف بحكم كان يتيم. والديه توفى وسكن بوحده في هذيك المدينه اللي حنا ساكنين فيها. وانسان اللي مكافح، يعني انسان اللي كيبغي يخدم. هو حقا قاري كمل قرايته، ولكن ملي كيدوز لي كونكور ما كيعيطوش عليه، يعني باقي ما كتبتش ليه الخدمه مع الدوله وما كانش جالس، يعني كان كيديباني. كان يلاه بادي واحد المشروع هو وواحد صاحبه، والمشروع كان غادي مزيان. وزيدون هذيك حياتي وانا بغيته. صافي بقيت عليهم بالهضره بالهضره بالهضره، حتى قالوا لي: دبري راسك، باغا تزوجي سير الله يسهل عليك معاه. وفعلا تزوجنا، والامور الحمد لله تيسرات، والسيد صدق ولد الناس. وكنت اسعد امراه، يعني كنت عايشه واحد الحياه اللي هي سعيده بزاف. السيد كيحترمني كيقدرني، وما شاء الله. راجلي كان كيقولها لي، كيقول لي: قدامك قدام الخير، غير تزوجنا الخير فاض، والتجاره ديالو تيسرات. صافي ونهار على نهار صافي ولا عازل المشروع بوحدو، يعني ما بقاش مع صاحبه. والحمد لله تعاوننا انا وياه وتيسرات امورنا. والراجل ولا كيدخل فلوس اللي هي زوينه بدرجه دارنا، ولا عزيز عليهم، ولا فين ما كيمشي لعندهم كيمشي محمل ومجمل وكيكبر بهم. ولاو كيقولوا لي: انت اللي مزوجه. ملي كنكونوا جالسين هكا مع العائله وداك الشيء كيقولوا لهم: خديجه هي اللي مزوجه. وحنا عندنا احسن نسيب، ما كيخليو اش كيقولوا عليه، كانوا فرحانين به بزاف. المهم مشات الايام وجات الايام، وحنا عايشين بخير وعلى خير. كنت دائما مساندة راجلي باش يولي همه وشان، وحتى هو بكل صراحة ما كانش شي واحد اللي فنيان، كان كيخدم وكيتقاتل على الحلم ديالو ومهلي فيا، وكيقول لي باش النهار يجيو الوليدات يعيشوا مزيان ما يتكرفصوش كيف ما انا تكرفست. صافي غادي دوز تقريبا عام ونص على زواجنا. هنا بدينا كنتقلقوا على الوليدات، قررنا نمشيو للطبيب. دوزت قال لي الطبيب: ما عندك والو. ولكن ملي دوز الراجل قالوا ليه: عندك مشكله، خاصك ضروري تاخذ دواء، وخاصك ضروري دير واحد العمليه. المهم وهادشي كامل اتفق معايا، قال لي: ما تقوليهش لداركم، داركم راكي عارفه كيحقروني وداكشي، يلاه ولاو كيعاملوني مزيان، خلي هادشي بيناتنا. فعلا انا ما قلت والو. والراجل تخيلوا معايا دار العمليه الاولى ودار العمليه الثانيه وكياخد دوايات لمده ديال 6 سنين، وانا ما قايله والو. ملي كيقولوا لي دارنا الوليدات كنقول لهم باقي ما عطانيش الله. المهم انا دوزت، قال لي الطبيب: ما عندك والو. وحتى راجلي راه مزيان، يعني حاولت نسد لهم فمهم باش ما يبقاوش عاوتاني الغيط الغيط الغيط، وانا اعصابي ما كانتش كتحمل داك الساعه. وراكم عارفين ماشي سهله دوزي 6 سنين وانتي يعني ما عندك لا وليد لا بنيته، وكتشوفي الناس تزوجوا من موراك وولدوا، كتشوفي هاي اللي جرى ولدها اللي كتردع هذا. يعني نفسيتي كانت تحت الصفر. واخا هكاك صابره كنقول راجلي مزيان معايا الله يعمر ليه الدار، ما نقدرش نخسره. مهم صابره معاه. صافي بقينا هكاك، دازت الايام وجات الايام، والراجل باقي كياخد دواء، ولكن الدكتور غادي يقترح علينا الحقن المجهري. بالنسبه للفلوس ما كانش عندنا فيها مشكل، درنا العمليه ولكن ما خبرتش دارنا. تخيلوا معايا انا ساكنه معاهم في نفس المدينه، كنت كنقول لهم حقا راني مشغوله راني مسافره على حساب الخدمه، وكنكذب كنكذب. وانا راه
كندير في العمليات ديال الحقن المجهري، مع درت الاولى ودرت الثانيه، ولكن العمليات فشلوا. وراكم عارفين كل مره كندخل ندير فيها الحقن خاصني ما نقولهاش لدارنا، ودارنا ما كيسيقوش الخبار، وكندخل العمليه بوحدي ونفسيتي ربي اللي كان عالم بها. هادشي كامل حيت كنت كنبغي راجلي وكنحمق عليه وما باغاهش يبان ضعيف قدام العائله ولا قدام اي واحد، دائما مكبره به وحاطه في واحد المرتبه اللي هي عاليه. تقيسوني في عيني وما تقيسوهش هو، ما كنبغي حتى شي واحد يجبدوا ليا ولا يهضر عليه. وبقيت صابره، كنقول هاد العام الجاي درت يعني درت المستحيل باش نحمل وما كتبش. في الاخر رضيت بقضاء الله، قلت هادشي اللي كتب عليا والحمد لله. يعني في الدنيا ما يمكنش يكون عندك كل شيء، زوج اللي يبغيك وصالح والحياه سعيده والفلوس موجوده. صافي وليت كنشوف غير في النعم اللي عندي وكنشكر الله سبحانه وتعالى صباح وعشيه وكنقول الحمد لله. كون بغى ربي يعطيني الوليدات كون عطاهم ليا، صافي هادشي اللي واقع ليا فيه خير. مهم نعيش حياتي بالطول والعرض، والوليدات ماشي هما كل شيء. وخا كنت كنحاول نقوي نفسي والحمد لله كنت راضيه بداكشي اللي عطاني الله، العائله ما كانوش مخليني في التقار. غير نتلاقى معاهم فلانه ولدات، فلانه دارت، فلانه فعلات، صافي حتى وليت منطويه على راسي. يعني كنمشي لعندهم غير في الاوقات اللي كتكون هكا شي حاجه ولا في المناسبات، وعايشه العالم ديالي انا وراجلي. كنخرجوا كنتسارى وخدامين على راسنا، مهم عايشين الحياه بالطول والعرض. دازت ليام وجات ليام تقريبا 15 عام على زواجي، وباقي ما عطانيش ربي الوليدات، ولكن صافي قلت الحمد لله. الراجل مازال متبع الدوايات ديالو، يعني ما يأش، قال لي انا حاس واحد النهار ربي غادي يرزقنا الذريه. والحمد لله في هاد 15 عام كنا عايشين حياتنا، مشينا درنا العمره انا والراجل. مهم تسالينا بزاف ديال البلدان داخل وخارج المغرب، حياتنا كانت غدا مزيان. المهم حتى النهار اللي غادا تزوج فيه اختي الصغيره، وهاد اختي ربيتها على يديا وما نعاودش لكم شحال كنت فرحانه. بدرجه خديت كونجي فيه 15 يوم، وعيت مع الراجل باش يمشي معايا، ولكن ما بغاش، قال لي لا وغادي نمشي وبقاو يهضروا وداكشي. صافي سيري حضري راسك، وراكم عارفين ما عندي لا احمد لا محمد. الراجل صافي قال لي غير سيري انا نتكلف براسي. صافي بقيت جالسه داك 15 يوم كامله. يعني مشيت انا باش ندوز غير واحد السيمانه، لقيت العائله والحباب وداكشي عجبني الحال وبقيت جالسه. مهم دوزت 15 يوم. ولكن ملي رجعت لداري حسيت بالراجل مبدل عليا، والدار كاع مرونه ومكرفصه. حقا هذه اول مره كنخلي راجلي من بعد 15 عام ديال الزواج 15 يوم بوحدو. ولكن مشيت بشوارو، والسيد كان راضي وكيهضر معايا في التليفون عادي. ملي جيت تصدمت، كل شي مرون، المعن مشقلبين، الراجل مرفوع. اشنو واقع؟ مع العلم الراجل مولف، ملي كندخل للكوزينه كيعاونني كيطيب معايا، يعني كنا كنديروا اي حاجه بزوج. ودابا شنو وقع؟ السيد كان تقرب منه مع راه 15 يوم ما كنتش معاه، هو كيبعد عليا. اشنو واقع؟ الله اعلم. قلت ياك ما السيد مريض، ياك ما واقع شي حاجه في الخدمه. مهم هذاك النهار خليته على خاطره، وكنقول دابا يهضر دابا يعاود مالو. خليه السيد عاد ما كيزيد يبعد. مهم راكم عارفين الدار كيفاش ولات. خليت حتى السبت والحد، مهم خدمت هذيك السيمانه 2 و3 وهذا حتى السبت والحد، وقلت ندير واحد التخميله للدار. مهم عيطت على واحد السيده اللي هكا كنعيط ليها مره كتعاونني، فعلا جات وبدينا كنخملوا الدار. وفي الوقت اللي انا كنمسح البيرو ديالو غادي نلقى
اوراق ديال الطبيب. قلت انا اوراق يمكن قدام، ولكن قال لي راسي قلبيهم. ملي قلبتهم غادي نلقى تاريخ جديد، والسيد ما قايل لي والو، ما قايل ليش باللي مشى عند الطبيب ودواز وداك الشيء، يعني ما قال حتى حاجه. صافي جلست وبديت كنقرا فيهم بحكم الخبره ديال 15 عام والليله كنقرا ورق الطبيب كنفهمو والحمد لله قاريه. مهم قريت شي حوايج ما فهمتهمش درت ليهم الترجمه. غادي نكتشف باللي الطبيب كيبشرو هذاك المشكل اللي كان عنده ما بقاش، وباللي السيد يقدر يولد، يعني المسائل ديالو كلها تقادات. ما نعاود لكمش شحال فرحت وطرت بالفرحه وقلت الحمد لله، سجدت وقلت حمدتك يا ربي وشكرتك. كنت طايره بالفرحه وقلت علاش ما قالهاش ليا، ياك ما كيحضر ليا شي مفاجاه. واخيرا ربي يقدر يسهل علينا ويعطينا شي وليد ولا شي بنيته باش نفرحوا. شحال هو الراجل كيتعالج والدوايات وداكشي ماشي ساهل، باش تشربي الدواء المده اللي هي طويله وراكم عارفين الا كان كيعالج شي حوايج راه كيأثر على حوايج اخرين. صافي عرفتو كنت طايره بالفرحه، وشنو غادي ندير؟ غادي نعيط للطبيب باش نزيد نتاكد. قلت لي الو دكتور عافاك، بغيت نزيد نعرف معلومات كتار على الحاله الصحيه ديال راجلي. قال لي ما قال لك والو؟ قلت لي لا راه قال لي وباللي راه الامور كلها مزيان. قال لي مبروك عليك مدام، وان شاء الله ما يكون غير الخير، نتسناو غير قدره الله سبحانه وتعالى. اما المشكل اللي كان عند راجلك راه ما بقاش، والدواء راه حيدناه ليه بصفه نهائيه. ايوا اختكم كانت طايره بالفرحه وكتسنى فوقاش الراجل يجي، وكنقول اكيد محضر لي شي مفاجاه، اكيد غادي يقولها لي بشي طريقه اللي هي زوينه. مهم ما نعاودش لكم. ملي كيجي الراجل كنتفاجئ، السيد ما كيهضرني ما كيكلمني عاوتاني، كيدخل نيشان الكوزينه كياكل وكيدخل لبيتو كينعس. مشيت لعندو قلت ليه فلان ياك ما مريض، ياك ما عندك شي مشكل؟ قال لي لا والو غير عيان مع الخدمه. وانا نجبد الوراق قلت ليه مبروك عليك. قال لي شنو مبروك؟ قلت ليه راني شفت هذوك الوراق واتصلت بالطبيب وقال لي بلي راك راه صافي راه الامور ديالك كلها مزيانه وداك الشيء وانا فرحانه واختكم متحمسه. ناض حيد لي هذوك الوراق من يديا وقال لي باش من حق، باش من حق تحلي لي المجر، وباش من حق تخربق لي في حوايجي وهادي، وبدا كيغوت. كنقول ليه مالك اش واقع خليل؟ هذا خبر زوين، علاش مخبيه عليا؟ سنين وحنا كنتسناو، ودابا ملي صحتك ولات مزيانه والحمد لله الطبيب حيد لك الدواء وتقدر الا كتب لينا الله الوليدات حتى حنا يكون عندنا شي وليد ولا شي بنيته وحتى حنا نسمعوا كلمه ماما وبابا. هادشي راه كيفرح، هادشي راه خاصك تقولوا لي ماشي تخبيه عليا. راك عارف سنين وانا كنتسنى وسنين وانا صابره. كنهضر وانا ما مركزاش في كلامه، يعني بكثرة داك الحماس وبكثرة هذاك الخبر اللي سمعت كنت كنهضر وانا متحمسه. عرفتو السيد ما دار حتى شي ردة فعل، ما هضر ما تكلم. جهدو قال لي ايوا دابا خليني نعس راني عيان. خليته على خاطره، ولكن من بعد وليت كنحس به ماشي هو هذاك، يعني كيدير المستحيل والاسباب باش ما نكونوش انا وياه. يعني فيما كيجي كيلقاني مازال فايقه كيبقى كيشغل راسو بشي حاجه، يا اما كيدير راسو كيهضر في الخدمه في التليفون، يا اما كيجبد البيسي ديالو وراه مشغول وخدام وزعما ما مساليش باش انا نعيا ونعس وهو ما يقربش ليا. المهم لاحظتها فيه مرارا وتكرارا. انا كنت كل مره كنعطيه عذر، كنقول ياك ما عيان ياك ما يعني ما، وخا باينين بزاف ديال العلامات اختكم بكثرت هذاك الحب اللي كانت كتبغيه والنيه اللي كانت غاده معاه فيها. كنقول مستحيل يدير شي حاجه وما يمكنش يدير شي حاجه. انا هاد السيد هذا راني صبرت معاه، يعني الا كان ما الله اعلم. صافي بقيت هكاك نهار على نهار نهار على نهار تقريبا شهر من بعد ما جيت من دارنا. حتى لواحد النهار غادي يقول لي الراجل بغيت نهضر معاك.
قلت ليه الله يسمعنا خير. قلت ليه واخا تسنى نمشي نوجد واحد البريري داتاي ونجلسوا شحال هادي ما جلسنا. قال لي لا غير اجي نهضروا دغيا دغيا، بغيت نهضر معاك في شي حاجه مهمه. جلست انا وياه. الراجل كيدخل وكيخرج في الهضره، كل مره اشنو كيقول غير كيقفقف، متردد، ما عارفش راسو شنو باغي. قلت لي مالك شنو واقع؟ اهضر شنو عندك؟ واش كتعاني من شي حاجه؟ واش عندك شي مشكل؟ قال لي لا 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 الحمد لله انا بصحه جيده، ولكن بغيت نقول لك باللي باغي نتزوج. قلت له كيفاش؟ قال لي كيف ما كتسمعي. تصدمت وقفت، قلت لي شنو كتقول؟ كيفاش تزوج؟ ما قلتها حتى انا لي سنين وانا كنتسناك، ودابا ملي الطبيب قال لك راك بخير نطي باغي تزوج. قال لي هو دابا انتيا راكي درتي 40 وزياده وكذا 40 راكي عارفه، دخلي للانترنيت وبحثي. الوليدات اللي غادي تولدي قد يكونوا ماشي طبيعيين، قد يكونوا مرض، وانا سنين وانا كنتسنى، وبغيتي الا ولدت نولد ولاد عاديين بصحه جيده. عرفتو شفتي وانا كنضحك قلت ليه طلب السلامه، اطلب السلامه وقول الحمد لله على اي حاجه عطاها لك الله. سنين وانت كتسنى، ملي دابا الطبيب قال لك بشرك بالخير وقال لك تقدر تولد، يعني ماشي مؤكد، نطي كطير باغي تزوج. قلت الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بالخير على كاع داكشي اللي دوزت معاك وداك الصبر اللي صبرت معاك. قال لي وما تبقايش تعايريني تقولي لي صبرتي معايا، انا ما ضربتكش على يديك، من حقك تختاري، انا عمري طلبتك ولا رغبتك ولا قلت لك بقاي معايا، وانتي بقيتي معايا على مصلحتك حيت كتبغيني، وانا غادي نجيك من الاخر. انا راني شافت واحد البنت وعجباتني وبغيت نتزوج بها، وهذيك البنت راها موافقه، وانتي كيبقى لك داك الساعه يعني وافقتي غادي نجيبها ضره، هي راها ما عندهاش المشكل، ما وافقتيش شقي طريقك والله يسهل عليك ويسهل عليا بكل سهوله. يا خواتاتي غادي نكتشف باللي كنت عايشه في اكبر كذبه، وباللي هذاك الحب داك التقدير اللي كان كيقدرني راجلي غير كان مدوز بيا الوقت، وباللي الراجل صدق خائن، سنين هو كيخونني وانا ما عايقاش، وملي ولا بخير وعلى خير قال لك باغي يتزوج، وباللي كيعرف شي وحده، يعني هو راه قاد معاها الامور كلشي مغيزو كلشي هو هذاك. جا لعندي كيتشاور، عطيتو الموافقه غيتزوج بها، ما عطيتوش الموافقه غادي يتزوج بها بجميع الاحوال. السيد ما بقيتش معمر عليه العين وقال لك حقا بديت كنكبر وباغي شي وحده اللي باقا صغيره وباقا فتيه. ملي قلت ليه شكون هذه اللي باغي تزوج بها، غادي يقول لي فلانه بنت فلان. قلت لي انا واش كتهضر من نيتك؟ واش غادي تزوج بهذيك الصغيره؟ قال لي كيفاش صغيره؟ فعمرها 17 عام. قلت لي واش كتهضر على سلمى؟ قال لي اييه غادي نتزوج بسلمى، ودارهم قابلين وهي قابله وما كاين حتى شي مشكل عندي. قلت لهم باغي نعاود حياتي ونجرب حظي واش نقدر نولد مع مرا واحده اخرى، وقالوا لي مرحبا. مهم انت يا باغي الحلال ومرحبا والف مرحبا، وخاصكم تعرفوا هادو راهم جيراننا، يلا سكنوا تقريبا عام، وبحكم انا ما كانوش عندي العلاقات مع الناس، مع الجيران، مع العائله، مع الحباب، كنت حدوديه، حياتي رسمها يعني بيني وبين راجلي. الخدمه صحابه الخدمه كيبقاو في الخدمه، الجيران الا كثرت كاع السلام السلام، العائله كنمشي في الاعياد والمناسبات من غير الا كانت شي حاجه مهمه. صافي ما كنتش عارفه شنو كيوقع، واش الراجل كان كيعرفهم ولا كيدخل عندهم ولا عنده علاقه مع البنت، يعني ما كنت عارفه والو. كيبان لي راجلي ترونكيل داخل سوق راسو. الوقت اللي بدا كيتبدل عليا هو الوقت اللي مشيت لدارنا وجلست فيها 15 يوم. صافي السيد قاد اموره وقال لي خاصك تردي عليا في اقرب وقت.
حيت الوقت راها طايره، وانا ما نكذبش عليك باغي نعيش حياتي. السيد كيهضر وانا بكثره الصدمه كنضحك. تخيلوا بقيت كنضحك وقلت لي اش هاد الحقاره واش هاد المستوى، ومع من كنت انا. قلت ليه كيفاش؟ واش انا كنت مع واحد بحالك؟ انا اللي خاصني اولد الناس نتزوج، وانا اللي خاصني نبدلك، حيت انت اللي كان عندك المشكل ماشي انا. ولكن ضحيت وصبرت وقلت ماشي مشكل، السيد كيبان كيعاملني مزيان ولد الناس نصبر معاه. بقيت نراري بيك، وقفت معك حتى وليتي همه وشان، ودابا كتهضر معايا بكل وقاحه وبكل جرأة وكتقول لي حقي الشرعي خاصني نتزوج وما نضيعش حياتي، وحقا راكي كبرتي. وخاصك تعرف سيدي ماشي انت اللي راجل كاين في هاد الدنيا، كيف ما جيتي انت يجيو 10، واللي غادي يغطيني بخيط نغطيه بحيط، باش انا نزوجك ونتسنى نوبتي هادي في احلامك والله عمرك تحلم بها. السيد ملي شافني كنهضر معاه بهذا الاسلوب وقصحت معاه الهضره ضرب الطم. بقيت كنعاير قلت داكشي كامل اللي في قلبي، خرجت كل شيء. صافي السيد ضرب الطم ومن بعد خرج وخلاني في الدار. انا داك الساعه خديت القرار ديالي، ما هضرت مع دارنا، ما تشاورت معاهم، ما والو. وسبحان الله دارنا واخا ولاو كيتعاملوا معاه مزيان وداكشي، كانوا دائما كيقولوا لي قبل ما نتزوج به ما كنرتاحوش لهذا الانسان هذا، وهذا الانسان مزوجك غير على طمع وغير على مصلحته. سبحان الله العظيم، اي حاجه قالوها لكم الوالدين سمعوها، حيت راه عندهم بعد النظر. ما نكذبش عليكم انا راه صدمني فيه. صافي جمعت ذهبي، جمعت حويجاتي ومشيت لدارنا، اللي في الصراحه ما حكروش عليا. جهدي قلت لهم انا هذاك السيد ما بقيتش معاه، شافوني ما فيا ما نهضر مهلوكه طلع لي الدم، قالوا اللي فيها يكفيها. المهم بقيت جالسه في دارنا كنتسنى في السيد. انا صافي خديت القرار ديالي، ولكن كنشوف شنو غادي يدير. تخيلوا معايا سيمانه وانا جالسه في دارنا، ما عيط عليا، ما سول فيا، ما حاشاه ليا. صافي هنا خديت القرار ديالي باش نطلق. فعلا رفعت عليه دعوه ديال الطلاق، درنا الاجراءات ديالنا وطلقت منه. سمحت في كل شيء، صافي كرهته وكرهت اللي يجي من عنده. صافي وكلت عليه ربي سبحانه وتعالى وديتها في راسي وفي حياتي. صافي بقيت عايشه مع دارنا وخدامه على راسي الحمد لله. اما هو في هادوك الشهور اللي تفرقنا انا وياه سمعتو باللي تزوج. صافي من تما ما بقيت سمعت عليه حتى شي خبر. مهم دازت الايام وجات الايام، واحد النهار غدا نتعرف على واحد السيد في الفيسبوك. المهم بقينا كنهضروا، صافي نهار على نهار ولفنا بعضياتنا. واحد النهار خرجنا تلاقينا. السيد في الصراحه زوين، عمرو تزوج وخدام خدمه اللي هي زوينه. ايوا عجبته بزاف وقال لي بغيتك للزواج. وقلت ليه كيفاش وانا مطلقه وانت عمرك تزوجتي ومشاكل ولا هذا؟ قال لي شوفي دارنا ما عندهم حتى شي داخل في حياتي، وهذيك حياتي انا، وانا باغيك. ما كيهمنيش تكوني مزوجه ولا مطلقه ولا والده ولا ما والداش، انا بغيتك انتي. ايوا جلست مع راسي وبديت كنفكر وقلت من حقي حتى انا نعاود حياتي، مازال صغيره ومازال عاطيه العين، علاش اللي ما نعطيش لراسي فرصه ونتمنى ربي يسهل ويرزقني بالذريه اللي طالما كنت كنتمنى. والسيد ظريف الله يعمر ليه الدار، علاش نرفضو؟ صافي ملي شفت الامور مزيان وباللي عائلته ناس مزيانين الله يعمر لهم الدار، ناس متدينين وداخلين سوق راسهم، وفي الصراحه عمرهم جرحوني بشي كلام، حيت هو عرفني بهم، عرفني بالام ديالو، عرفني بخواتاتو قبل ما يخطبني، ناس اللي الله يعمر لهم الدار. الحمد لله صليت صلاه الاستخاره والامور دغيا تيسرات. صافي درت العرس ديالي. تقولوا
اول مره غادي ندير العرس درت واحد العرس اللي هو كبير وجاو العائله والامور كلها دازت بخير وعلى خير. صافي سكنت انا وراجلي بوحديتنا في دارنا مفرشه مقاده ما ناقصنا والو. وسبحان الله العظيم في الشهر اللي غادي نتزوج فيه ما غاداش تجيني الدوره الشهريه، حيت هي كانت جاتني قبل العرس وملي تزوجت ما جاتنيش. بقيت كنتسنى شتها تعطلات عليا، جبت التيست ملي درتو خرجوا لي جوج ديال الشرطات، يعني ايجابي. ايوا ما نقول لكمش الفرحه ديالي والفرحه ديال راجلي، والحمد لله دوزت واحد الفتره اللي هي زوينه، الحمل داز بخير وعلى خير، ورزقني ربي بواحد البنيته كتحمق. ما نعاودش لكم شحال كنت فرحانه بها، والراجل كيعاملني مزيان وعايشه حياتي بخير وعلى خير. وراجل درويش لواحد الدرجه اللي ما كتصورش، عائلته دراوش ناس. اللهم لك الحمد، ربي عوضني بواحد الناس اللي اش غادي نقول لكم. صافي واحد النهار كنت خارجه انا وراجلي وبنتي، داك الساعه عندها 3 سنين، وانا نتلاقى مع واحد جارتنا. كيف ما قلت لكم انا كنت حدوديه، يعني واخا شفتها درت راسي ما شفتهاش، ولكن هي جات عندي نيشان قاصداني، سلمت عليا كي دايره لاباس عليك مبروك الزياده وفرحنا لك بزاف وتستاهلي كل الخير. قالت لي عرفتي هذاك الشماته اللي كنتي مزوجه به؟ انا بصراحه ما كنتش مسوقه الاخبار، ولكن قالت لي بغيت غير نقول لك انتقام ديال الله عز وجل. قالت لي داكشي اللي طرا ليه الا عاودتو لك غادي تصدمي. قالت لي ولا حالته، قالت لي حالته حاله هذيك التجاره وهذوك الخيورات وكل شيء. قالت لي ما بقى عنده والو، قالت لي طرالو شي مشكل، وقالت لي داكشي مشالو في السيزي ما بقى عنده. قالت لي حتى شي حاجه، ربي راه رزقه بالوليدات. قالت لي راه ولاد ولكن سلب منه الرزق ديالو، الحال ديالو وقف، ما بقى خدام ما بقى ردام. قالت لي ضاقت عليه ومراته دائما تسب فيه وتعاير فيه. قالت لي داك الراجل اللي كان همه وشان في الحومه، قالت لي ولا كيف شي جرتيله نسيبي عاير فيه. قالت لي نسيبه البنت، قالت لي ردوه جفاف. قالت لي كنقول سبحان الله العظيم، شوفي كيفاش كان وكيفاش ولا. ملي كان معك كان كيف السبع، دابا ولا مدلول وحالته حاله ومكرفص، الريال ما عنده في الجيب وغارق كريديات. وشوفي انتيا اللي كنتي راضيه بقضاء الله وصابره معاه كيفاش ربي كرمك. قالت لي كنت كنتمنى نطلقك. قالت لي بغيت غير نقول لك هاد الهضره. قالت لي ربي كرمك على قد نيتك، الواحد غير ما ياديش ويتسنى الله يجيب ليه حقه. قالت لي الا شفتيه يبقى فيك. قلت انا الله يهديه الله يسهل عليه، انا الحمد لله عايشه مزيان وما كيهمونيش اخباره. قلت لي انا بغيت غير نقول لك. وبقات كدعى معايا، مع هي كانت واحد المراه كبيره شويه، بقات كدعى معايا الله يسهل عليك، الله يكرمك مع راجلك، والله يحفظ لك وليداتك وهذا. قلت لها شكرا الله يجازيك بالخير. وصافي مشيت انا وكنفكر كنقول شوف سبحان الله العظيم، اللي كيدعي القوه كيموت بالضعف. سبحان الله العظيم، شحال هو كيتفاخر وانا وخاصني وما نعرف شنو. صافي تزاد عليه شويه د الفلوس ولا كيحسب راسو شي حاجه، وفي الاخر ها هو تلات به الايام ولا كاع مشروط. اي والله يحفظنا ويحفظكم من هاد الناس، باش تعرفوا الدنيا راها دواره. خليتكم على خير، وكنتمنى حكايتي تكون عجبتكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، شكرا لكم من القلب.